إزاي تبقى أذكى شخص في أي موقف؟ أقوى مهارة ممكن تتعلمها عشان تفهم الدنيا بشكل مختلف اسمها الإدراك مقابل وجهة النظر. كلنا بنشوف العالم من خلال إدراكنا الشخصي، لكن الإدراك ده مش الحقيقة المطلقة، هو مجرد تفسيرك للأمور اللي حواليك. أبويا زمان كان بيقول لي الإدراك هو الواقع. كنت باقول له لأ، لا، لأ، لأن الإدراك هو الطريقة اللي بنفهم بيها الدنيا، لكن دي حقيقتك أنت بس، مش الحقيقة العامة. وده سبب إن ناس كتيرة بتتخانق طول الوقت، علشان كل واحد مقتنع إن إدراكه هو الصح. وجهة النظر بقى دي لما تخرج برّه دماغك وتشوف الدنيا من زاوية تانية، أو الأحسن من مكان الشخص اللي قصادك. لما تبدل الأماكن وتخرج من إدراكك وتدخل في وجهة نظر حد تاني، ساعتها هتبدأ تفكر زيه، وده بيديك ميزة قوية جدا. بس عارف إيه الفرق؟ أغلب الناس محبوسين في إدراكهم ومش بيحاولوا يشوفوا الصورة الكاملة. لو قدرت توسع وجهة نظرك هتبقى دايما الشخص الأذكى في أي موقف.